ازاي نعمل نظام لاحسن لعيب في العالم وفي نفس الوقت يبقى عادل لكل اللعيبه ونكسب منه فلوس ونخلي اللعيبه تبقى انجيجد معاه وفي نفس الوقت مهتمين بيه والرعاه يبقوا مهتمين بالنظام ده اكتر من النظام بتاع فرانس فوتبول اللي هو فاشل 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 وبقاله 30 سنه ما اتغيرش وما فيهوش اي جديد. بصوا يا جماعه، دلوقتي بقى في حاجه اسمها statistics من حاجه اسمها اوبتا. اوبتا دي بتجيب لك بقى الباصات، الشوط، الترقيصات، كل حاجه اللعيب بيعملها في العالم كله بقت مسجله. فاحنا نقدر نترجم الكلام ده كله كنظام نقط. بس لو ترجمناه نظام نقط وخلاص، يعني الشوطه بكذا، الجون بكذا، الباصه بكذا، ما عملناش حاجه. لازم ندخل عليها حاجتين مهمين قوي. اول حاجه وزن الفرقه كلها. ليه؟ لان لو برشلونه بتلاعب تفاهنا العزب، حضرتك الطبيعي ان برشلونه هتبص باصات كتيره قوي وانها هتشوط شوط اكتر بكتير قوي، فالويت بتاعها المفروض يقل. ليه؟ لانها برشلونه بتلاعب تفاهنا العزب. لكن تفاهنا العزب دي عندها مثلا مهاجم اسمه ابراهيم سعفان. ابراهيم سعفان ده لو جاب جون في برشلونه لازم هيتضرب في فاكتور عالي جدا، لانه احتماليه انه يجيب جون قليله جدا. طيب وايه تاني برضو المفروض نحطه عشان النقط تبقى عادله؟ الوقت. يعني ايه؟ يعني الجون في اخر ثانيه لا يفرق كتير قوي. يعني صلاح اما جاب جون، ما كانت 2-2 ليفربول وتوتنهام، وجاب جون في اخر دقيقه، رقص اتنين وشاط وجون صباح الفل، ده جون مهم جدا. ليه؟ لانه بيفرق. وان الجون ده هيفرق في 3 نقط او هيفرق في بطوله كامله، لازم الحاجه دي تتحط. يعني ايه؟ مثلا مارتينيز اللي هو الجون بتاع الارجنتين في اخر دقيقه في كاس العالم، صد كوره كانت هتكسب فرنسا كاس العالم، وساعتها كان هيبقى امبابي احسن لعيب وميسي ما خدهاش تاني والكلام ده كله. ففي حاجات في الماتشات بتفرق بفاليو اعلى بكتير قوي. بس حرام ان الكوره زي دي تخليه احسن جون في العالم وهو على مدار الموسم كان خرم. ليه؟ لانها كوره. طيب ازاي بقى نبقى على مدار الموسم ده كله بناخد الداتا لايف؟ يعني ايه؟ لان احنا دلوقتي عاوزين نكسب من الموضوع ده، فهنعمل ايه؟ هنعمل لايسنسنج للداتا دي اللي جايه من اوبتا، وبعد كده بعد ما نعمل لها لايسنسنج هنبتدي نعمل جيم. الجيم ده كل واحد هيقدر يجيب فريق كامل، بس الفريق ده عندك بادجت وزي الفانسي بالظبط، بس انت يوم بيوم بتشوف مستواه عمل ايه في الماتش ده وكامل. يعني ايه؟ يعني انت شايف بساطه والبساط اللي اتقطعت فتنقص منه بوينتس، الشوط، المحاولات. يعني ايه؟ يعني مثلا لو واحد جاب كرة في العارضة بقى ليها معنى، بس لو الجون فاضي وجاب الكرة في العارضة حضرتك كده هينقص نقط. فانت تقدر تشوف مستويات اللعيبه وتقدر تبيع لعيبه وتشتري لعيبه. كميه الناس اللي هتبقى انجيجد على فريق كامل على مدار الموسم. ليه؟ لان ده هيخليك تبقى شايف احسن لعيب في العالم لايف على مدار السيزون كله وبيعلى ويوطى. يعني الاصابه مش واحد يعمل لي 10 ماتشات كويسين وبعد كده يتصاب لي شهرين ويرجع يعمل لي 10 ماتشات كويسين فياخد اللقطه. لا، اللقطه دي مش هتبقى سهله قوي ان انت تاخدها. هيبقى الموضوع بجد فارق باللعيب ده بيعرف يلعب ولا اللعيب ده على قده وجت معاه كوره حلوه او شوطه حلوه او بيلعب في فريق جامد فبيخدم عليه. هيبان الفروق دي كلها. بلس المعلنين هيبقوا مهتمين بحاجه زي كده لانها هتخلي الناس بتتفرج على كوره اكتر. يعني انا مثلا بتفرج مثلا على برشلونه وريال مدريد وممكن ليفربول، لكن انا دلوقتي مضطر ان انا لقيت لعيب مثلا في تشيلسي ولا لعيب في ليفانتي. مثلا امبارح واحنا في ماتش ليفانتي وريال مدريد كان في لعيب صغير كده، الواد خطير، الواد عمل كام كوره لوحده، الفريق ضايع بس هو الواد بيلعب. فالبوينتس بتاعته هتزيد لانه بيلاعب فريق اقوى منه وبيلاعب فريق المفروض ان هو ما يلمسش كوره، بعد كل ده بيعمل حاجات، فهيبقى الريتنج بتاعه يعلى. فهتلاقي ان السكاوتس قادره تشوف اللعيبه دي اكوردنج لارقام بجد. ده رايي. اوكي، فلو حد عنده اضافات طبعا السيستم ده هيقعد يتعدل ويتحسن على مدار الوقت. ليه؟ لان الايكويشنز مش هتبقى فير في الاول. ليه؟ ممكن انا حاطط فاكتور ان ده يتضرب في 5 وبعد كده لا، هو لازم يتضرب في 10 وده المفروض ينقص منه دبل. على مدار الوقت السيستم ده هيتحسن، بس في الاخر هنقدر نعرف فعلا احسن لعيب في العالم مين. ليه؟ لان ما ينفعش ان احنا نبص كده نلاقي بيدري مش طالع في احسن 10، دي حاجه هبل حضرتك. بيدري السنه اللي فاتت احسن من لامين يامال واحسن من رافينيا الاثنين بكتير، وهو كان اهم لعيب في برشلونه. فمعنى كده ان احنا محتاجين سيستم يبقى فير عشان يورينا اللعيبه. مثلا زي زيدان كان لعيب خارق حضرتك، بس لو بصيت على الستاتس جايب 10 تجوان في السيزون ده، لو جايب 10 تجوان عامل له 8 اسيست بس. لا، ما حدش بيبص ازاي هو بيتحكم في رتم الملعب، هو اللي بيعرف يوجه اللعيبه، هو اللي بيعرف يعمل حاجات كتيره قوي احنا مش حاسينها
ممكن المدربين بتشوفها وعشان كده زيدان ليجند مع ان ارقامه تضحك. اوكي، هو ده رايي، لو حد عنده اضافات يا ريت يقول لي.